يسفر حازم بره. لا هو طبعا الكلام ده مش مظبوط. حازم يعني عنده مشكله كبيره جدا هو نادي الفيصلي في الفتره اللي جايه، لان العقد بتاع حازم ما فيهوش ثغره، ويمكن اخر حاجه استلام ال 25% بالنسبه لوالده، كان عامل له توكيل واستلامهم تاني يوم ما دخلوا الحساب. وكل مستنداتنا سليمه مليون في المية، وهتبقى في مشكله لحازم، وهتبقى يعني في مشكله كبيره للنادي الفيصلي. اتبعت له انا بحذرهم من دلوقتي، يعني مشكله كبيره جدا جدا جدا، تصل لحد ايقاف فتره قيد وغرامات وكده يعني. ان الفيصلي كمان. طبعا طبعا. لكن انتوا كنادي الزمالك ضامنين حقوقكم ومستنداتكم سليمه، ماشيين في الطريق الصح بالنسبه للموضوع 100%، وفنيا احنا مش محتاجين خلاص. انتوا شايفين خلاص ان بعد لا خلاص يعني اللي يرمي فانيله نادي الزمالك اكتر من مره، واللي عايز يساوم على نادي الزمالك ويطلع بالطريقه المشينه دي في حقه هو مش في حق نادي الزمالك، طبعا ملوش مكان بيننا بعد كده. يعني خلاص موضوع حازم انت محافظه على حقوق النادي من الناحيه الماليه والاداريه. الاداريه احنا ضامنينها 100%. يعني انا الفلوس بتاعته اتحطت ال 93,000 والراجل قال اتحطت، ووالده سحبهم بتوكيل تاني يوم. سحبهم يعني خدهم كمان، يعني خد جزء من السنه دي، خد جزء اللي هو 25%. طب ما ده ما دليل ان هو حازم امام راجل مقيد في نادي الزمالك وبياخد جزء من فلوس ومكافآت المباريات. يعني لو كان عايز مثلا ياكد ان الموضوع مثلا هو ماشي في طريق صح ما كانش سحب الفلوس. ما هو ربنا بقى كريم يعني دي غلطه منهم. الحمد لله. الحمد لله يعني اللي هو سحب حق نادي الزمالك مش هيروح ابدا. النهارده كان في ماتش الزمالك